ايه رأيك في نظام الطيبات بتاع دكتور العوضي، وتنصح الناس تمشي عليه ولا لا؟ طبعا قبل اي حاجة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته ويصبر اهله ان شاء الله في الجنة بإذن الله يعني. كان دكتور يعني يعني عنده ما شاء الله قبول كده حلو كده، فربنا يا رب يرحمه يعني. انا طبعا متفق معاه في بعض الحاجات ومختلف معاه في بعض الحاجات. مثلا زي ايه بقى؟ انا متفق معاه مليون في المية زي حاجة اسمها الصيام المتقطع. انا كنت بعملها مثلا من 10 سنين. الفترة دي أنا بعك فيها على فكرة، لكن الصيام المتقطع مهم جدا 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 ومفيد جدا 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 جدا. يعني حاول أو حاولوا على قد ما تقدروا طول ما أنت مش جعان ما تاكلش حاجة لحد ما الجوع تاكل، بس كده. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. متفق معاه برضك في حتة المخبوزات، العيش بقى بكل أنواعه غلط جدا جدا جدا. متفق معاه في حتة الفواكه، في بعض الفواكه مفيدة جدا، ولما تاكل الفواكه دي كمان تاكلها بنسب قليلة. يعني كتر الفاكهة غلط برضك، ماشي. مختلف معاه بقى في ايه بقى؟ في حاجة مهمة جدا، في حتة الأدوية. ازاي بقى؟ ما ينفعش ان انا امنع الدواء عن حد تم التدخل الجراحي ليه بقى، سواء بقى سرطان ايا كان، طالما اتلعب في جسمه خلاص ما بقاش زي ما ربنا خلقه. فازاي همنع عنه الدواء؟ ما ينفعش. فدي حاجة انا مش متفق معاه فيها خالص اطلاقا يعني. آه الحاجة التانية، السكر. السكر ده مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان السكر ده لو الواحد وقف سكر بالعيش، صدقوني هتحسوا بحاجه غير طبيعيه. انا كنت ماشي على النظام ده اقسم بالله العظيم من 10 سنين، قعدت سنتين كانت احسن فتره في حياتي، حاسس بطاقه غير طبيعيه. امنع السكر وامنع العيش بقى والحاجات دي، وابدا بقى ايه، واعمل الصيام المتقطع. قسما بالله مش هتحس ان انت جعان خالص، وهتاكل بكميات قليله وهتلاقي عندك طاقه غير طبيعيه، بس كده يعني. فهو يعني في حاجات متفق معاه فيها، ويمكن يبقى صح في كل حاجه على فكره، الله اعلم. وفي حاجات مختلف فيها، بس كده يعني. لان انا جربت الحاجات دي من قبل اصلا، يعني ايه ما اعرف دكتور ضياء العوضي الله يرحمه يعني. ففي حاجات متفق معاه فيها مليون في المية، وفي حاجات مش متفق فيها خالص يعني. بس كده يعني. يلا سلام عليكم. ايه يا عم ميسو.